أنت بتخصم للعيبة عشان هي السبب، طب أنت مين يخصم لك أو مين يعاقبك أو مين يحاسبك على كل الأخطاء اللي ارتكبتها من ساعة ما مجلس الإدارة ده تولى زمام الأمور في النادي إلى اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها؟ إخفاقات كتير كان قصادها، عشان ندي كل حد حقه، كان قصادها إنجازات كتير، ولكن هاقول لك الجملة الشهيرة: إحنا عملنا إنجازات كتيرة جدًا وكانت نهضة الأهلي الحديثة في عهد حسن حمدي، وما دخلناش في الإخفاقات الكتير دي. ما دخلناش في المعتركات وما دخلناش في القيل والقال وما طلعش علينا كلام وسمعتنا ما اتلطتش، وكنا بنعمل انجازات في صمت. كان في اخطاء، طبعا كان في اخطاء، بس ما كانش فيه فجاجة ولا حاجات واخطاء فادحة زي اللي بيعملها المجلس ده. تعال اجيب لك بقى سطر الجلاليب من جوه ونبتدي ونتذكر ونفتكر مع بعض اخطاء المجلس ده وكيف تداركها، وفي كل مرة كان بيتعامل مع المشكلة اللي هو فيها ازاي. وتعال نشوف الحاجات الحلوة اللي كان بيحاول يعملها إزاي ما بقتش حلوة وما عرفش يكمّلها للآخر. مثلًا زي وسام أبو علي، حاجة حلوة كان عايز يدخّل للنادي فلوس، بس هل عوّضته والّا هي العملية بقت تجاري فقط؟ بُص عشان ما نقعدش ننُط، خلّينا نتكلّم واحدة، واحدة كده ونسترجع الأحداث مش من بعيد أوي. خلّينا يا عم نيجي من قريب، بلاش نبعد ونرجع للدورة الأولى والدورة التانية، وخلّينا يعني في الحنيّن منّه كده. طيب، بداية الأزمات بالنسبة لي أنا وفي رأيي الشخصي اللي مش مطلوب من أي حد يقتنع بيه، بس ده وجهة نظري أنا يعني، إنه لمّا سيد عبد الحفيظ مع حفظ الألقاب مشي من إدارة الكورة في النادي الأهلي. هنا بدأت الأمور تتضح وتبان، والمشاكل تطلع على سطح الحلة زي ما بنقول. في وجود سيد عبد الحفيظ الأمور كانت زي ما نقول إيه، بتُدار، بتُقضى، بيعرف يسيطر، حتى لو حاجة جَلِّت منّه بيعرف إزاي يعالجها. كهربا طبعًا عمل مشاكل وسوّى وبتاع، بس في النهاية زي ما بنقول إيه، بيقدر يعني يبقى عنده حد أقصى من إن الأمور تتسرّب أو إن يبقى في فضيحة لا قدّر الله أو بتاع، في حد يعني أقصى للي هيحصل. ما كانش في هذا الكَم من العبث. أكيد كان في هفوات وكل حاجة، بس زي ما باقول لك ما كانش في عبث بالطريقة دي، تمام؟ كان عارف بقى يقود الفرق اللي قدّامه وإزاي يضغط عليها وإزاي يقود اللعيبة والمدير الفني وإداريات ومين كان بُص، زي ما بنقول مأستكها، فاهم؟ محزّمها كده كلّها على بعضها. وفي ليل ممطر وشتاء غير دافئ، فجأة بيطُل علينا كابتن محمود الخطيب بقرار، وهو وتوجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ من إدارة الكرة. وبعدين سمعنا إنه الموضوع مرتبط بحاجة شخصية وكلام ومواضيع، ويعني في النهاية سمعنا كلنا فكرة إنه هو بغض النظر بقى التفاصيل إيه، بس مشي. بس أنا يعني عارف من مصادر كتيرة إن هو مشي بسبب حاجة وخلاف شخصي مع كابتن محمود الخطيب. ده المعلومة اللي عندي، بغض النظر هي إيه بقى، تمام؟ وفي النهاية مشي وراح الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبدأت بقى إيه الصدمات. من بعديها مارسيل كولر ابتدى إيه يتفرد ويتني، ولأ أنا عايز ده ومش عايز ده ومش عايز بيبو ومش عايز ده، وابتدى هو يبقى إيه، يعمل لي فيها سير أليكس فيرجسون. هو كان مدير فني هايل وغلطنا إن إحنا مشيناه وهنيجي للموضوع ده في الكلام. طيب ابتدى مارسيل كولر ما يلاقيش زي ما بنقول كده اللي يهته ولا يلاقي اللي يقف له ويقول له ده هينفع وده ما ينفعش و ووصل بينا الحال مع كولر إنه الإدارة بتعند عشان كولر عايز حاجات والإدارة عايزة حاجات. دخلنا في النُص طبعًا في سكة كده من بتاعة إيه، أنا عايز موديست، ليه يا عم موديست؟ فطبعًا تسمع الكلام اللي دايمًا بيتقال على اللعيبة الطفش الطرش اللي بتيجي، إنه الموضوع ده بيبقى فيه سمسرة وعمولات. بتقعد تسمع كلام كتير، كل مدير فني يروح يجيب لك وكيل يقول لك الوكيل ده هو اللي هيجيب لي اللاعب ده ويصر على اللاعب ده وجاب لنا موديست من بيته. ما تفهمش الإدارة وافقت ليه؟ قال يعني الإدارة بتاعة الأهلي مُتعارف عنها إن هي بتوافق على أي حاجة المدير الفني يقولها. يعني قال يعني هم غلابة وطيبين أوي، فوافقوا له إنه يجيب موديست من بيتهم وهو قاعد في بيتهم، عشان ييجي يلعب سنة في النادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا، على حس إنه كان بيلعب في دورتموند، كان بيلعب في مش عارف إيه. يا عم ده ما يلعب في اللي كان بيلعب فيه، واحد بقى له سنة في البيت. وافقت ليه إنك تجيبه إلا لو لا قدّر الله أو لا سمح الله ممكن يبقى ليك مصلحة في حاجة غيره إنه ييجي يفيد الفرقة، وارد، ووارد لأ. بس يعني في النهاية حاجة غريبة جدًا إن أنت توافق على لعيب كورة زي ده إن هو ييجي وهو بقى له سنة في منازلهم. طيب مشي كولر بعبله بحلوه بمره بوحشه بضحكه بلعب وجد وحب بعمرو دياب بيسرى بكل الناس. وبعدين
برضه مشي كولر عشان اتعادل مع سان داونز في القاهرة، وأنا كنت غضبان جدًا وكنت باقول يمشي وبتاع، بس في النهاية جمهور، أنا لست إداري ومسؤول. فلمّا قعدت وهديت كده، شُفت بقى اللي إحنا فيه دلوقتي ده، وباسأل نفسي كام سؤال، يعني هو بنسأله لبعضينا على اللي كان واللي رايح واللي جاي، على رأي ما الفنان محمد عدوية قال. لو ما سمعتش الأغنية دي يبقى ارجع اسمعها، اسمها كام سؤال. آآ ليه كولر مشي؟ إزاي ينتهي بيه المشهد ده؟ وإزاي ما حدش يمسك فيه؟ وإزاي الإدارة مشيت ورا كلام الجمهور والسوشيال ميديا؟ وإزاي وليه وإزاي وليه وإزاي وليه وإزاي وليه كتير جدًا. في النهاية هو قال حاجة في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من سان داونز كانت مستفزة جدًا ولكنها واقع. قال لك: يا جماعة أنا في النهاية اتعادلت، أنا اتعادلت هناك واتعادلت هنا. طبعًا ده كلام بِكِس وتنح لجمهور غضبان وكان مالي الاستاد ومروّح كُلّه مكسور وحزين. ويمكن الحاجة دي ما حصلتش للأهلي من 2007، ماتش الأهلي والنجم الساحلي في استاد القاهرة، إنك تروّح في فاينل أفريقيا أو في واحدة من بطولات ماتشات أفريقيا المهمة والجمهور مالي الاستاد، بتروّح مكسور بالطريقة دي. آآ بس كان عنده حق برضه لمّا تفكّر فيها من وجهة نظره هو كمدير فني. هو أنا خرجت عشان اتعادلت، أنا ما خرجتش عشان خسرت. وبيعدّي الوقت وبيمشي كولر، بييجي عماد النحاس بيأدّي المهمة وتمام والدنيا بتبقى كويسة وبيجيد اللعب مع الفرقة وتمام. ونبقى داخلين على كأس عالم للأندية اللي المفروض اللي أنت يعني دي بقى اللحظة التاريخية إنه على الأقل بقى تعمل بصمة. دي كانت الفرصة المختلفة الوحيدة عن بقية مجلس الإدارات اللي جُم قبل كده، إنه المجلس ده يعمل حاجة unique مختلفة. لأن هو كل اللي عمله ده المجالس اللي قبل كده عملته. جابوا أفريقيا وجابوا دوري وجابوا كاس وجابوا سوبر وجابوا سوبر أفريقي وجابوا تالت عالم كذا مرة يعني عملوا كل اللي المجلس عمله ده. هو ليس بجديد على النادي الأهلي كبطولات، يتحسب له طبعًا، بس ما فيش ولا بطولة منهم دخلت الأهلي وهي ما كانتش دخلت قبل كده. يعني حتى الكونفدرالية اللي دخلت على ما أتذكر لو أنا مش غلطان كان في عهد كابتن محمود طاهر، المهندس محمود طاهر. ده كان في 2014 لو أنا مش غلطان يعني. آمم، دي كانت الجديدة اللي تخش خزائن النادي الأهلي. الباقي كله كان موجود already في الأهلي، فهم أضافوا يعني ألقاب already موجودة، أرقام وليست ألقاب من بابها، ولكن ليهم أكيد حق برضه عشان ما نبخسش حق الناس. وكذا أفريقيا ورا بعض وعملوا إنشاءات في النادي بقى، دي الحاجات اللي يحس بيها بقى إن العضو بتاع النادي وهم بيلعبوا على الحتة دي، إن هو الجمعية العمومية تبقى مرضية والإنشاءات والتطورات والنادي والكلام ده، وده جزء من الحكاية أكيد عشان الانتخابات ولعبة الانتخابات. تمام؟ فخلينا في فرقة الكورة. فمارسيل كولر رحل، جه عماد النحاس أدى دوره، خد الدوري بعد صراع وبعد وجع قلب. وبعدين يلا بقى كاس العالم للانديه، وزي ما بقول لك نبصم وحاجه مهمه وتبقى مختلفه وفي السي في بتاعنا كلنا كمجلس اداره وبتاع. قال لك مش هيكمل عماد النحاس اللي كان ابتدى يمسك الفرقه مظبوط ويظبط وبتاع ويسيطر، وابتدينا نشوف شكل وروح الاهلي مره تانية. قال لك احنا هنجيب بقى الجهبذ، هنجيب بقى المشروع بقى. مشروع اقترحه الاستاذ اسامه هلال، استاذ اسامه هلال مع حفظ الالقاب. اقترح هذا الريبيرو اللي كان ماسك اورلاندو بايرتس، ما خدش معاهم غير كاس او سوبر حاجات كده يعني. قال لكابتن محمود الخطيب هو ده المشروع اللي هيدير النادي الاهلي في الفترات القادمه، وراجل سنه صغير وبس يحير وحاجات كتير كده. فجابوا لنا هذا المزبهل بقى اللي هو كان على طول عامل كده، مزبهل طول الوقت، مزبهل ريبيرو ده لا بيشيل ولا بيحط، يعني فاهم، ما بيعملش اي حاجه، طول الوقت عامل كده. يابا طب حسسنا انك معانا، ولا مع الاسف انت ولا ظروفك ايه؟ وراح بينا كاس العالم ولف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا. اه عشان يعمل ماتش عدل، عمل الماتش التالت في المجموعات اللي هو كنا روحنا، اللي هو كان قدامك كمان فرصة تكسب بورتو ومش عارف مين يكسب لك مين ومين يقضي لك على مين رحت متعادل مع بورتو 4-4 ودخلنا بقى في الدوري ومساخر بقى ويعني فاهم. فتقوم مرجع عماد النحاس، بعد عماد النحاس تقوم موجه الشكر لعماد النحاس، وتقوم جايب يسترب الدنماركي. تمام. هقف لك هنا بس، كل اللي فات ده مبدئيا من عمري عدى كأنه ساعات، على رأي ما تامر حسني قال. اسمع برضو الأغنية دي حلوة، حاجات نوستالجيا. انت لو من جيل الألفينات المستجد مش هتبقى عارف، معلش ارجع اسمع الأغاني دي تبقى حلوة والله. فكل اللي فات ده مين بقى هيحاسب عليه يعني؟ تمام. طبعا انا لسه هذكر لك بقى، شوف انا هذكر لك عشان انا نفسي اذكر لك بصوت عالي، والله نفسي اذكر لك من كل قلبي.
هذكر لك بقى الحاجات اللي هي في منها في القديم منه شويه، بس خلينا دلوقتي. فجه ريبيرو وابتدينا يلا هوب دب طخ، ريبيرو ابتدى يلوش بينا، ابتدى يبقى في مشكله وسام ابو علي. وسام ابو علي بالمناسبه لف ودار وطلع ونزل وعمل كل اللي عمله، وانت حاولت تعمل كل اللي انت عايز تعمله. في النهايه وسام ابو علي مشى كلامه على الجد وعلى الجدون وعلى السكه وعلى الدغري، مشى كلامه. سيبك بقى من قصة انه طلع في التلفزيون بقى بتاع الاهلي، وانا كان نفسي انا قناتي هو النادي الاهلي انا بحبه من كل سيبك من الشغل ده. عمل اللي في دماغه ومشي. وهتقول لي طب ما احنا استفدنا 8 مليون، اقول لك حلو، اقف بقى اظبط هنا. 8 مليون دول دخلوا خزينة النادي الاهلي صح، او بيخش على دفعات او هيخشوا. هل الاهلي جاب على طول في اول فرصة ليه، وهي كانت الانتقالات الشتوية اللي فاتت دي، جاب مكانه حد؟ 8 مليون دولار. 8 مليون دولار دول انت تجيب ايه؟ انت تجيب، انا مش بقولك بال 8 مليون تجيب، ده انت روح بص على الزمالك، ها، اللي مش لاقيين يجيبوا سحور، مع كامل احترامي بقى لاخواتنا الزملكاويه يعني، تمام، روح بص عليهم. راح جاب ناصر منسي عشان عندهم عين، ودي حاجه هنجيلها برضه عشان لجنه السكاوتنج. فكرني بس، مش عارف هتفكرني ازاي، اكتب على ايدي عشان الكراسه مش عارف مش قدامي. راح جاب ناصر منسي، وراح جاب بيزيرا، وجاب الشيكو باندا، ماشي، وجاب شقلة لعيبة كده هي اللي مقومة الفرقة دلوقتي، ومحمد اسماعيل من زد، مش مصطفى العيش، ركز معايا بس، و... واحمد شريف وعمرو ناصر والرجاله وبتاع، وعمل سيستم ودنيا وفلوس واقول لك على حاجه، كلف الفرقه زي ما كلفها، عشان بس الناس تقعد تقول لك الزمالك اكتر فرقه صرفت ومش صرفت. اقول لك على حاجه، صرف بس فيها بتؤتي بثمارها اهي. يا عم صرف اكتر واحد في الكوكب، بتؤتي بثمارها اهي. ممكن ياخد منك الدوري وانت صارف وضربه والمفروض ان انت ضربه على قفاه في زيزو، والمفروض انك انت من قبلها ضربه على قفاه في امام، لا مؤاخذه في الكلمه يعني، بتكلم بلغه الكوره، او امام جاي من النادي الدنماركي يا عم. والمفروض ان انت جايب بين شرقي وبين غربي وبين شمالي يعني انت المفروض بقى عامل كل اللي ما يتعملش، ومرجع تريزيجول، ويعني وجايب بن رمضان، وجايب 6 مساكين مكان محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، اللي انا كنت معترض على رامي ربيعه بالمناسبه انك انت تزود له فلوسه، لانه كان طالب رقم اللي انا قريته كتير جدا، كان طالب 80 مليون مش عارف ايه. بس لما جيت فكرت كده بعد كده الناس حسبتها، قال لك طب انت رامي ما رضيتش تزوده، طب ما انت رحت جبت هادي رياض، اقل مدافع جبته ب 50 مليون ولا 45 مليون، اذا كان هادي رياض، عمرو الجزار، عمرو حاحه، لا بلاش نهزر خلينا نركز، هادي رياض، عمرو الجزار، تمام، بيكهام جبته اعاره، كل الثلاثه دول، مصطفى العيش 85 مليون، اشرف داري مليون و300 الف دولار ولا مليون و200 الف دولار، كل دول الخمسه ولا اربعه دول. طب ما كنت زودت رامي ربيعه، ومش اعظم اوبشن برضه يعني، رامي ربيعه ما كانش بطل العالم، بس هو يمكن في اخر سنه سنتين في الاهلي ظبط نفسه، تمام، ممكن اعمل ثنائيه هو وياسر لا باس بها، فيها رجوله اكتر ما فيها كوره، بس تمام، كنا شغالين وزي الفل وكويس. طيب كل ده مين هيحاسب عليه يا ريس؟ نرجع لوسام عشان ما بنتفرع في الكلام ونتوه. جبت حد مكان وسام؟ ما انا قلت لك اهو، الزمالك راح جاب وجاب وجاب وعمل وسوى، وانت رحت جبت في المساكين كذا. طب انت جبت حد مكان وسام؟ لا. والسؤال بقى بما اننا هنتكلم على وسام، هو انت ليه دايما بتروح تجيب فراوده من اماكن غريبه؟ يعني ايه يعني ابو الدوري الدرجه الثانيه البرتغالي، على ابو دوري الدرجه الثالثه التونسي، ولا الليبي، ولا الجزائري، ولا البنجلاديشي اللي انت بتروح تجيب منه لعيبه ده؟ ايه الدوريات اللي انت بتروح تجيب منها لعيبه دي؟ ليه اشمعنى يعني؟ يعني ايه، انا اسف والله، ايه الاماره اللي انا شفتها في الدوري الدرجه الثانيه البرتغالي؟ تقول لي اصل كاموش كان جايب 17 جون في دوري الدرجه الثالثه الثانيه البرتغالي، يعني ما يولع الدوري الدرجه الثانيه البرتغالي ايه يعني اهميته؟ ما انا ممكن اروح العب انا هو ممكن اروح العب في الدوري الدرجه الثانيه البرتغالي اجيب 17 هدف. يعني ايه الميزه، ايه القوه فيه يعني عشان اتفاجئ ان الراجل ده جاب 17 هدف؟ ما انا ممكن اقول لك هجيب فيرود منتخب الفلبين جايب في الدوري الفلبيني 30 هدف، ما هو ده الدوري الفلبيني كلهم شبه بعض، فهم كلهم بيبقوا فاكرينه معاه في الفرقه، فبيسيبوه يجيب اجوان. فكل سنه تقعد تكلمني وتقول لي على نفس الاسامي ونفس الناس،
وهروح اشوف جاكسون موليكا، وهروح اشوف علي عبد الخالق، واشوف هيثم مصطفى، ونفس الاسامي كل مره تقعد تكلمني عليها، نفس الفراوده، وفرود في الدوري القبرصي، وفرود في الدوري النمروسي، وفرود في الدوري الكسكسي. ايه يا عم؟ ما تجيب يا عم لعيبه كوره من اماكن نسمع عنها نعرف نتراك. ليه كل اللعيبه اللي انت بتجيبها من اماكن ما نعرفش نتراك، ولا نلاقي لها اصل ولا فصل ولا حاجات غريبه مش فاهمين ايه علاقتها بكره القدم ولا اي حاجه؟ هو انتوا ليه بتصعبوها على نفسكم وعلينا؟ ده موضوع برضه، موضوع الفيرود والمهاجم اللي مش عارفين نجيبه من ايام ما عماد متعب كان بيعتزل في 2016. دي ليها حلقه لوحدها دي، عامل لها بص مطلع بقى كل حاجه، قارن فراوده الاهلي والزمالك على مدار من 2016 لغايه دلوقتي، ونشوف فين المشكله. ليه لما بيمشي من عندي اجنبي ما بعرفش اجيب واحد تاني؟ وهل الاجانب اللي انا بجيبهم دول بيبقوا مدروسين اصلا، الكويسين اللي بيطلعوا كويسين، ولا بيبقوا حاجات وليدة الصدفة كده؟ انا بقول لك هي بتبقى وليدة الصدفة، بدليل ان انت من وقتها وليد ازارو، ثم وسام ابو علي، في النص كله هوا، سليماني كوليبالي، يعني ما كملش معاك، قول ثلاثة، تحسب ثلاثة، ثلاثة في كام سنة؟ في 10 سنين، ثلاث فراودة في 10 سنين. وما عرفتش تحافظ على وليد ازار عشان سمعت كلام فايلر، وقال لك انا مش عايزه، هأيد مكانه بادجي، اليو بادجي، اللي كان مزرع ده، اللي كان شبه الزعافه. ما كانش وحش بالمناسبه، بس برضه ما خدش فرصته، ودي حاجه غريبه برضه. انت سمحت بيها، ما هو كل ده تحت اشرافك. تمام. بحس انه مجلس اداره الاهلي واللي بيديروا الكوره بيمشوا الحاجه على هواهم من غير مبدأ واضح وصريح، لاسباب بقى واغراض انا ما اعرفهاش عشان انا مش هخش في نوايا الناس، بس هي حاجه تثير الريبه يعني. يعني ازاي تسيب الراجل ده يمشي لك وليد ازارو، ومجلس الاداره واللي بيديروا الكوره فيهم ناس لعبوا كوره واساطير، يعني مفيش اسطوره اكتر من محمود الخطيب، يعني فاهم؟ وتسيبه يمشي وليد ازارو؟ مين ليه ما حدش وقف له قال له يا باشا انت كمدير فني هتمشي، لكن اللاعب ده اللي يقعد؟ يعني مش بقول لك ايه بخناقه، بس يا عم قول لوليد ازارو بقول لك ايه، انا هطلعك اعاره وهترجع تاني لما الراجل ده يمشي. هو مش بيبقى في حاجات كده بينك وبين اللعيبه من تحت الترابيزه وبتاع، وده ابنك وده اختك طب ما عملتش كده مع وليد ازارو ليه؟ ما طلعتوش اعاره ليه؟ تمام. يعني ليه بعته وليد ازارو؟ يا نهار ابيض. فدي حاجه مثلا من الحاجات اللي انك وافقت عليها. ومكان بادجي، وبادجي ده مثلا انت جبته من نادي مش عارف ايه، وبعدين قعدت تعير فيه وبعدين اتكل على الله. طب نرجع تاني، سيبنا من موضوع الفيرود ده عشان ده حلقه لوحدها. طيب بعد وسام، عبد المنعم، او قبل وسام عبد المنعم، ها عملت ايه؟ عمرو الجزار، هادي رياض، مصطفى العيش، احمد رمضان بيكم، ياسين مرعي نسيته. خمسه، خمسه عشان تعوض محمد عبد المنعم. ومفيش واحد فيهم يعوض محمد عبد المنعم، لان مفيش واحد فيهم نفس ستايل محمد عبد المنعم، اللهم اذا، وده لسه برضه يعني مش متاكد منه، ممكن شويه لمحه كده، ممكن هادي رياض، ممكن. تمام. الباقي كلها فقرات كوميديه، كلها فقرة الساحر، ده بيطلع بيض من ودنه، وده بيطلع نار من بقه، وده هيطلع لي الأرنب من الطاقية، وفقرات مساخر يعني. تمام. الباك ليفت، علي معلول، كل ده انت المسؤول عنه كمجلس إدارة، عشان انت اللي معين لجنة الكورة ومدير الكورة، ومستحدثا المدير الرياضي ولجنة التخطيط، وجايب المدير مع كل ده انت مسؤول عنه. هو رئيس الجمهورية مش مسؤول عن كل حاجة في البلد؟ بلاش يا عم رئيس، بلاش نضرب الأمثلة دي الله يكرمكم. مش رئيس النادي هو المسؤول عن كل حاجه في البلد؟ طيب انت مسؤول عن كل حاجه في النادي، هو مش كل ده تعين بمعرفتك؟ ومش في تقارير بتترفع لك بما انك رئيس النادي، ومجلس الاداره هو اللي بيدير الكوره، رئيس النادي، وبيبقى اكيد بيطلع مجلس الاداره على قراراته، او ما بيطلعهمش، فدي مشكله تانية. زي البيان اللي طلع ده كده، هل البيان ده لما تطلع لي فيه انه كابتن محمود الخطيب قرر، على عيني وراسي، كابتن محمود الخطيب على عيني وراسي، قرر الاتي، ما هو يعني بناء على ايه قرر الاتي؟ هو انت اللعيبه دي لما حطيتها في قالب صح مع عماد النحاس عملوا ايه؟ خدوا الدوري. اللعيبه دي لما كانت محطوطه في قالب صح مع مارسيل كولر، حد عارف يديرهم؟ اللعيبه دي عامله زي الالاتيه المزيكاتيه، اللي معروف عنهم في الوسط بتاعهم ان هم ناس صعبين جدا انك تديرهم. ايه اسمه الاتي، هو بيتقال كده، الوصف بيتقال كده طبعا مع احترامنا يعني، ان هو بيبقى شخص ذكي وصايع وعايز حد دايما يديره صح عشان ما يضحكش عليك، وفي مواعيد ويحضر ويعمل.
اللعيبه دي كلها آلاتيه، فاهم؟ اصيع من اصيع حد ممكن انت تتخيله، فعايزه حد صايع. فمارسيل كولر كان عارف يديرهم. فايلر بما له وبما عليه، وان انا مش حابه عشان حسيته يعني ان حسسني ان مصر دي كانت جهنم. بس فايلر كان عارف يدير اللعيبه في الاهلي. فجبت لي يستروب الدنماركي. طب ليه دنماركي؟ يعني هو عشان، يعني ليه دنماركي؟ عشان ايه؟ ما انا مش عارف. وسام ابو علي كان دنماركي تقريبا، مع الجنسيه الدنماركيه، انا مش عارف كان مع الجنسيه إيه. ليه دنمارك ايه يعني؟ انا عارف الدنمارك كويسه في الهاندبول، لكن في كره القدم يعني ما يعني هو اريكسن، وكان هيجي له القلب في الملعب وكان هيروح مننا وبتاع. فليه؟ ايه الاماره؟ مفيش اماره. علي معلول عملت فيه حاجه؟ طيب فين وفين؟ فين وفين؟ فين وفين؟ فين وفين؟ فين وفين؟ فين وفين؟ لما حد افتكر قال لك نجيب طب العمري، واجي لك في علي معلول. علي معلول انت مشيته ليه اصلا؟ عشان سمعت كلام كولر؟ زي ما سمعت كلام فايلر ومشيت وليد ازارو؟ انت بناء على ايه بتوافق للناس تاخد قرارات غلط زي دي؟ يمشي اي لعيب براحته، بس في لعيبه ما ينفعش تمشي، لانه ده انت بتبني عليه وبيبقى مهم جدا ويبقى كادر ادالك وخدمك. علي معلول تمشيه بالطريقه دي بعد ما اتصاب وبتاع يا اخي طب كنت تاخده معاك كاس العالم انديه تكريم. قالوا بعد كده يقوم قايل لك لا ريبيرو قال انا مش هاخد غير 25 ولا 30 لعيب، مش هاخد لعيب ريبيرو. هتخليني اشتم ريبيرو واهل ريبيرو وهتجيبوا الراجل الشتيمه وهو ملوش علاقه، وفي الاخر غفلكوا بعد ما اتفقتوا معاه شفهي وما خدتوش عليه ورقه وتمام، وقال لكم يلا وتمام، راح مغفلكوا وراح رافع ريبيرو. هذا الريبيرو بقى ده هو ما يتقالش عليه غير هذا الريبيرو، يغفلكوا. ادي علي معلول وادي عبد المنعم وادي وسام. في النهايه فين وفين؟ فين وفين يسلم اللي جاب العمري ايا كان هو مين. كل ده مين اللي مسؤول عنه؟ طب انا اسالك سؤال، هو لغايه اللحظه اللي بكلمك وبكلمك فيها دي ما اعرفش ايه دور لجنه التخطيط وايه دور شركه الكوره وايه دور السكاوتنج تيم، مع ان انا كمسميات انا عارف كل واحده بتعمل ايه اكيد، بس جوه الاهلي انا حاسس ان الثلاثه ما بيعملوش حاجه. قول لي سكاوتنج تيم يعني ما هو بص، ما انت كسكاوتنج تيم شغلانتك بخبرتي البسيطه اللي انا لعبت فيها كوره واللي اشتغلت فيها في الكوره، السكاوتنج تيم ده شغلانته الاساسيه انه يكتشف اللعيبه اللي هي هتيجي تفيد النادي وتبقى في مستقبل وتفيد في طريقه اللعب وتبقى تمام وكويسه وكل حاجه. مش من اولويات شغلانتك انك تروح مثلا تكتشف ميسي. يعني ايه؟ يعني انت لو اكتشفت ميسي ده وهو في البيك بتاعه، ده مش اكتشاف، دي حاجه يراها اي كفيف. يعني هقول لك مثلا، يعني انت لو جه السكاوتنج تيم ده دلوقتي راح مثلا جاب لي لعيب، مثلا قال لي روح هات عبد الرحيم دغموم من المصري، ده مش سكاوتنج تيم، ده مش اكتشاف. لانه عبد الرحيم دغموم ده اي ضرير لو سمعه في الراديو هيعرف الراجل ده لعيب. فده كده مش سكاوتنج تيم، ده كده انت بتاع تعاقدات، مدير تعاقدات، ده شغلانه تانية. السكاوتنج تيم ده بيسكاوت بيهانت، يعني بيهانت دي يعني بيصطاد، او بيسكاوت دي يعني بيقعد يدور، بيقعد بيحاول يكتشف مواهب ونجوم لسه لم تسطع، يجيبها لك، سواء تجيبها وتستفيد منها وتبيعها او تجيبها وتستفيد منها على في المستقبل ان هم دول يشيلوا فرقه. فالسكاوتنج تيم عمل كده امتى؟ انا دلوقتي مش بتهكم، انا ممكن انا بجد في الارقام وفي الذاكره ممكن ابقى مش كويس. فامتى السكاوتنج تيم جاب لي منجم ذهب؟ قال لي هات الواد ده، الواد ده هيبقى جامد، وهنعرف بعد كده لو ما كملش معانا نعرف نبيعه، عشان ده هيضرب جامد قوي كستايل وكأداء ولعب، ومش هنعرف نقعده عشان هيطلب فلوس كتير مثلا، فساعتها هنعرف نبيعه. اقول لك جاب مين؟ مش عارف بقى ده كان سكاوتنج تيم ولا كان مين، بس اهو جه باكاماني مهلمبي. فاكر باكاماني مهلمبي؟ باكاماني مهلمبي مثلا. قبل كده امير سعيود. ما هو انا لما بروح اجيب لعيب
بابقى جايبه مش بس عشان هو لعيب كويس، جايبه عشان هيفيد معايا في البيئة وكويس ويعني حاجات كتيرة أوي، تمام. بس أمير ثابت ما ينطبقش عليه الموضوع ده لأن برضه الصراحة ما لعبش بالقدر الكافي. وباكاماني برضه والله ما لعبش بالقدر الكافي، وهتاخدنا للفة جديدة برضه عشان ما نبقاش بنظلم اللعيبة. هل السكاوتنج تيم لما راح جاب اللعيبة دي كان متفق مع المدير الفني او ساعتها بقى مدير الكورة او اللي ماسك ايا كان ان احنا هنجيب اللعيبة بالستايل ده عشان يلعبوا؟ ما هي يا جماعة شبكة ودايرة، هنقعد بص بننط بالكلام ازاي عشان هي كلها مربطة بعضها. يعني من اول رئيس النادي، تمام، لغاية اصغر عامل في النادي، كله المفروض المفروض على حسب ما الواحد فاهم ماشي على نفس النهج ونفس السيستم. انا لما كنت بشتغل مساعد مخرج، آم، وبنبقى بنصور مثلا، كان الاوردر ده اللي هو بيبقى مكتوب فيه اليوم هيحصل فيه إيه النهارده والمشاهد اللي هتتصور ورقم المشهد ومكانه وبتاع، مثلا لو بنصور في استوديو او كده او في شارع او في بيت او في حاجه، فانت معاك اليوم كله هيحصل فيه ايه وايه داخلي وايه خارجي وايه نهار وايه ليل وبتاع. الاوردر ده كان بيتوزع على كل فرد موجود في اللوكيشن، حتى لو مش ممثل او مش مساعد مخرج او مش انتاج او كده. لو في البوفيه بتعمل قهوه وشاي واكل وشرب للناس اللي موجوده، ليه؟ عشان يقول لك كل واحد يبقى عارف ايه اللي بيحصل في كل مكان الساعة كام الساعة كذا، عشان يبقى كله على علم ودراية باليوم اللي بيحصل. فمع كامل احترامي رجل البوفيه الوقور المفضل اللي كان بيأكلنا ويشربنا وبياخد فينا ثواب، هو مش لا هيمثل ولا هيمسك كاميرا ولا هيمسك اضاءه ولا هيسجل صوت ولا يعمل اي حاجه، بس يبقى عارف بقى ان هو شغال، ما يقعدش يرزع عشان مشهد الفلاني هتصور الساعه كذا من كذا لكذا في الحته الفلانيه في العماره اللي احنا فيها مثلا، وهو مثلا واقف تحت مقعدينه مثلا في مدخل العماره فما يعملش صوت والله. فده في التصوير. هل انت بقى في الاهلي المفروض مش كله شغال في ماستر بلان كلنا شغالين عليها؟ طيب فين؟ ما هو ليه كل واحد شغال في وادي؟ ليه السكاوتنج تيم بيروح يجيب حاجات الاداره قايله له يجيبها مثلا او حاجات بوم طخ عشان الفرقه المنافسه، وتيجي تلاقي المدير الفني مش عايزه؟ فهنا بقى تلاقي الاداره ايه تقول لك ايه، لا بس انت لازم تلعبه ما احنا جايبينه عشان هنا بقى عشان على هواهم. لكن لو لعيب مش على هواهم لا هيقول لك عادي احنا المدير الفني ما نتدخلش في قرارات ودي مش بتاعتنا، لا او هو حر. لكن يعني فاهم، هو ده اللي بقول لك عليه بقى. فايه الفرق بين السكاوتنج تيم ومدير التعاقدات في الاهلي؟ في فرق؟ ما اعرفش. شركه الكوره بتجيب اعلانات يعني للعيبه وكده، ولا بتعمل ايه؟ ولا عاملينها عشان بس لازم تبقى موجوده عشان الرخصه؟ فهي حاجه سوريه. لجنه التخطيط اللي كابتن محسن صالح كان واحد من اعضائها وطلع مع كابتن شوبير من كام يوم، كل ما كابتن شوبير يساله على حاجه يقول له لا ما كانتش من اختصاصاتنا، احنا كنا بس بنبدي راينا والباقي بيختاروا، كابتن محمود الخطيب هو الامر الناهي او هو صاحب القرار الاخير. طب انتوا موجودين ليه لما انتوا بس بتبدي اراء او بتبدوا اراء او بتدوا اختيارات والباقي بتاع كابتن الخطيب؟ طب ما بتطلعوا له يعني بتسيرشوا على ناس؟ وبرضه اسامه هلال اللي جاب لنا ريبيرو هو بيسيرش على ناس يرشحهم لكابتن خطيب وكابتن خطيب يختار بناء على ايه؟ طيب ما هي الحياه خبرات. كابتن خطيب لعيب كره عظيم، بس قصدي ليه كابتن خطيب هو اللي بينفرد بقرار اختيار المدير الفني مثلا؟ انا برضو بكلمك على اللي بيتصدر لنا انه كابتن خطيب هو اللي بيختار. انا لو عندي معلومه غير كده هقولها، انا باخد اللي بيتقال لي من الاعلام. كابتن خطيب هو اللي بيختار اللعيبه، اللي هو اللي كان ليه الكلمه الاخيره في موضوع موديست مثلا. ما هو محسن صالح، كابتن محسن صالح قال كده مع حفظ الالقاب، قال لك احنا اخترنا ناس تانية وكان فجاه ظهر موديست ده الراجل هو اللي رشحه كولر. راح كابتن خطيب قال خلاص طالما المدير الفني عايزه هاتوه. يا سلام، ازاي يا جماعه طيب؟ ازاي يا جماعه طيب؟ يعني ايه المدير الفني عايزه فهاتوه؟ طب ما هو المدير ليه وافقنا بحاجه زي كده؟ طب ما هو في كذا مدير فني قبل كده منهم كولر كان عايز جاكسون موليكا ما جبناهوش ليه؟ عشان كان غالي. طب ما احنا رحنا دفعنا فلوس ده كان قاعد في البيت مودست. فاهم؟ فما فيش ثبات على المبدأ زي ما لوشا كان عامل. فتمام، خد من ده كتير بقى. يعني انا عمال ادخلك من حاجه اخرجك من حاجه واخرجك من حاجه ادخلك على حاجه، بس كله متشعب في بعض. فاهم؟ الى ان تصل للوضع اللي انت فيه دلوقتي ده، انك برضو جبت صفقات كتير تخمه وما جبتش بقى حد يديرهم. يعني ما اتعلمتش من الجلاكتيكوس حاجه خالص، فريق الاحلام ما اتعلمتش منه حاجه خالص. دي ثوابت في التاريخ يعني، نجوم كتير مشاكل كتير صفر انتاجيه. طيب في الحاله دي
اجيب مدير فني بقى يسيطر على الناس، عشان انت ممكن تقول لي باشا كلاس اوف 92 ونجوم والدنيا وحلوه وبتاع، واليكس فيرجسون وجاب وعمل وسوى، ومن بعديها مانشستر يونايتد في العهد الحديث كان اليكس فيرجسون بيعرف يسيطر على النجوم ويعمل حلو. جبت انت حد في يجي في ضفر اليكس فيرجسون حاجه؟ ما جبتش. جبت يستر مستر بدله، اللي لغايه دلوقتي ما اعرفش اللعيبه البوزيشن المفضل ليها ايه. بيلعب اشرف بن شرقي لغايه دلوقتي وينج مين، بيتعامل معاه لانه عداء هيجري ويرفع. بيلعب زيزو 8 لابس تيشيرت فريق المانيا. يعني تصدق اتكلم مع صديقي مصطفى متولي الزملكاوي، قلت له تصدق انه حسام حسن مع حفظ الالقاب كان بيلعب زيزو 8 وكان بيأديها كويس، بس زيزو مش جايه معاه خالص نفسيته انه يلعب كوره مع يستروب ولا في الاهلي في الفتره دي. ودي حاجه انا قلتها في الحلقه اللي فاتت في ملخص الجوله. اللعيبه ما بقتش مستعنيه المدير الفني، فبالتالي لازم تشوف المنظر بتاع مروان عطيه وامام، ان هما اللي شفناه طبعا مع محمودي وجاب اللقطه ان هما عاملين يرموا على بعض، وده بيتناقش وده بيشاور وده بيعمل ويسوي وبتاع ده. الكلام ده لو حصل في الملعب في وجود مدير فني على وضعه واقف على الخط، هيشوف اللقطه دي هيمسك الاثنين يمسخرهم. هم اصلا لن يجرؤوا يعملوا كده، لان المدير الفني هيبقى قايل لكل واحد فيهم مهامه وادواره، فمش هيبقى في نقاش بين كل واحد فيهم يرمي اللوم على التاني. خلاص، انا هيبقى عارف المدير الفني قايل له يعمل كذا، وهيبقى عارف المدير الفني واقف بره وشايفه لو خرج هيكربجه، عشان المدير الفني على وضعه وعنده شخصيه، مش راجل مطيباتي اللي بره ده. فانت النجوم دي كلها جبت لهم مين يديرهم؟ امام عاشور طبطب عليه، تروح تقول له اجدد لك عقدك ومش هجدد لك، ويتشال ويتهبد ويتنك ويتفرد ويتشال وتعمل وتساوي، افتكر هيمشي اللي عايزه. دي وجهة نظري برضه، اتوقع انه هيعمل اللي عايزه برضه في النهايه. واخوي ينزل ستوري مبروك يا حبيبي بالتوفيق بالتوفيق يا حبيبي في خطوتك اللي جايه، ويلقحوا ويلسنوا ويجيبوا الاهلي ويلعبوهم على الشناكل. شويه عيال صغيره يجيبوا الاهلي على الشناكل ويلعبوه. ايه ده؟ من امتى؟ عشان فين انه فيش يد من حديد، شايفين ان الاهلي عادي. كل واحد ممكن يبقى معتقد انه الاهلي من غيري هيقع، ولا الاهلي من غيري خرابي وبتاع. انتوا اللي وصلتوا اللعيبه تحس الطريقه دي وتحس الاحاسيس دي. امام ولا زيزو ولا ميزو ولا فيزو ولا اي حد يحس الاحساس ده. ديانج اللي قعدت تلهس وراه وفي النهايه ما عرفتش تجدد له. طب هو فالنسيا كرشه، هتعمل ايه؟ هتجدد له بقى ولا تقول له يلا يلا غور يلا؟ ها، هتعمل ايه؟ ما هو ثبات على المبدأ، اللي مش عايزني مش عايزه عادي. وعشاق كتير اتقابلوا عادي ما كملوش زي ما الهضبه قال. هتعمل ايه مع ديانج؟ دي حاجه انا مستني اشوفها برضو بعد ما فالنسيا صرف نظر. وريني بقى هتعمل ايه معاه. فاهم؟ انا دخلتك من موضوع خرجتك من موضوع بتاع لغايه ما نوصل للحظه اللي احنا فيها دي. انت فين من اول الدوري؟ من اول ما الراجل ده جه، بلاش من اول الدوري، انت فين؟ انت عارف ان انت اخر 4 ماتشات كسبتهم ورا بعض كان في 2025؟ دول كانوا اخر 4 ماتشات كسبتهم ورا بعض، او 3 ماتشات في الدوري. منهم ماتش الزمالك اللي هو بتاع الريمونتادا حسين الشحات مش فاكر مين، 2-1 يعني. كان منهم الماتش ده. 3 ماتشات ورا بعض من ساعتها ما كسبتش تاني. ماتشين ورا بعض تقريبا ما كسبتش خالص. تعادل خسارة خسارة خسارة، تعادل تعادل تعادل، مكسب مكسب خسارة مكسب، تعادل، مفيش. مش عارف تكسب ماتشين 3 ورا بعض. فين انت بقى كنت من اول القصة دي؟ ما هو الجواب بيبان من عنوانه. يعني مثلا مانويل جوزيه شاف حاجة في فلافيو فقرر يصبر عليه. احنا بقى ما عندناش العين دي سواء على المستوى الاداري او المستوى الفني. يعني ما عندناش حد يقول والله الراجل ده كمدير فني واداريا هيبقى كويس بس اصبروا عليه. وما عندناش حد يصبر على اللعيبه ويقول والله اللاعب ده اصبر عليه هيدينا بس مش عارف ايه. ما عندناش بقى احنا دي. احنا بنجيب مديرين فنيين لمجرد نبقى جبنا مديرين فنيين. ما اعرفش ايه المغزى ان احنا ندفع لهم فلوس بالدولار وهم طرش الطرش. زيهم زي اللعيبه اللي احنا برضو بنجيبهم هم طرش الطرش. الله اعلم بنجيبهم ليه بالدولارات، وليه بنجيب لعيبه كده معينه من بلاد معينه من وكلاء معينه، برضو مش عارف اسباب الحاجات دي ايه. وليه بنوافق للمديرين الفنيين على لعيبه غريبه بيبقى جايبينهم وكلاء تبعهم. برضو ما اعرفش، ما عنديش مبرر، بس تمام. وفي النهايه بنروح ندفع شروط جزائيه للناس دي. لو محامي واحد ركز مع النادي الاهلي هيقعد يرازي فيه ويقعد يرفع عليه قواضي اهدار مال عام اهدار مال عام اهدار مال عام، وهنقعد نرازي في بعض. بس هو بس محدش يجرؤ يعمل كده مع الاهلي يعني. ف فين الحاجات دي كلها؟ مين يحاسب على الحاجات دي كلها؟
تقول لي بقى ما خدنا بطولات وبتاع. هو انت بعد كل المداخل اللي بتخش الاهلي دي مش عايز تجيب بطولات؟ يا راجل ده انت لعبت فاينل افريقيا، انا كامل احترامي باسلام محارب واحمد حمودي فاينل افريقيا رحت لعبته بالناس دي، وكنت كسبان في القاهره 2-1. فاهم؟ تقول لي 3-1 في القاهره، انا اسف، في برج العرب. تقول لي اهلي والاهلي لو في 11 واحد في الملعب عارفين قيمه التيشيرت ومستواهم او موهبتهم مثلا 70 80%، هيكسروا الدنيا، بس يبقوا عارفين قيمه التيشيرت. لكن هتجيب لي نجوم وبشوات ودكاتره ومهندسين واساتذه وطرابيش وكرافتات، على عيني وراسي، بس لو ما عندهمش استعداد يهينوا نفسهم عشان الجمهور وعشان الفلوس اللي بتدفع لهم وعشان يتقوا ربنا في اكل عيشهم وعشان سمعه النادي، ولا تفرق لي ألف مهاره ولا ألف كوره ولا ألف حاجه. لو عندكش استعداد تبقى راجل، ولا هتفرق لي اي مهاره خالص. واللي ما عندوش استعداد يبقى راجل، ممكن يجي له مدير فني او مدير في المطلق يخليه يبقى راجل، يطلع لي منه حاجه. لكن لعيب ما عندوش استعداد يبقى راجل، عنده استعداد يبقى نجم بس بيحط جل، واجيب له كمان مدير فني مهلهل ملوش سي في ولا ليه تاريخ ولا اللعيبه مستعنياه، وباين في الملعب اهو اللعيبه بتلعب كل واحد بدماغها، هو كمان اصلا مش قايل للعيبه حاجه. فبالتالي مش عايز ارغي عشان ما نفتحش قوي في الكلام، عشان الواحد ما يزهقش، يعني انتوا ما تزهقوش من الواحد. بس كل اللي انا كلمتك عنه ده في المقام الاول والاخير اداريا الامور مش مظبوطه. فازاي بقى انت عايز الامور توصل للعيبه انها مظبوطه فهم يبتدوا يسترجلوا ويعملوا اللي عليهم؟ كانوا شايفين ان اللي من فوق بزراميطه سهله بيسه خلطبيطه. يقول لك طب ما انا قشطه وعندي 1000 شماعه وشماعه علق عليها فشل. لان هو شاف مجلس الاداره برضو في كذا موقف يقعدوا يعلقوه اخفاقاتهم على مبررات وحاجات، غير انه كان في مشكله ومحتاجين نحلها. ده من اكتر علامات النجاح والثقه بالنفس، انك انت لما تخفق في شيء تقعد وتحاسب نفسك وتلومها من غير جلد ذات، وتقول هو انا ايه اللي عملته غلط ممكن اصلحه المره الجايه عشان اقدر انجح اكتر. هل بنعمل كده؟ والله انا مش حاسس. انا حاسس ان هي ماشيه بقوه الدفع عشان الاهلي واسم الاهلي وتاريخ الاهلي وامجاد الاهلي فبتتستر. ولكن بتيجي في اوقات طبيعي انك ما عندكش بيز اساس مظبوط مبني عليه كل الحاجات دي، فطبيعي ان لازم تيجي في اوقات تتكشف، تحاول بقى تليس وتداري وتعمل وكده، تطلع بيانات وتشجب وتندد وتعمل فرقعه و50 20% و25% واللعيبه ومش عارف ايه طب معلش انا اسف، جاي اشمعنى هو اشمعنى بقى قطاع الكوره هو اللي هنسمع عنه تقرير عن المدربين والاداريين والفنيين، تقرير بس، لسه هنقرر نشوف مين ليه لازمه ومين ملوش، ومين لسه هنعمل له اعاده هيكله، ومين هنعمل له اعاده فشكله، ومين هنعمل له اعاده اهداف والكلام ده. هي دي حاجه محتاجه اعاده. طب انت ممسك مين قطاع الناشئين؟ مع كامل احترامي لكابتن وليد سليمان والله، ليه يعني كابتن وليد سليمان يمسك قطاع الناشئين؟ ما الاماره؟ ممسك مين اكاديمياتك؟ بتطلع كام ناشئ بدل ما انت عمال تصرف الصرف ده؟ فين مغربي؟ فين عمر فايد؟ المساكين الناس دي فين بدل ما انت رحت صرفت 300 مليون على المساكين؟ فين الناشئين؟ فين الاكاديميز؟ فين البراعم؟ فين الكوادر المدربين اللي يطلعوا من تحت عشان تعدهم في يوم من الايام ان يبقى عندك كذا حسام بدري وكذا علي ماهر؟ دي فتة، دي عزبة. كل لعيب بيعتزل لازم نلاقي له شغلانه في النادي؟ لا مش لازم على فكره، مش لازم. ده طبعا لو حبيبنا هنلاقي له شغلانه في النادي، لكن لو مش حبيبنا يمشي ويسيبنا. فيعني هي دايره بجد. في صوره شهيره قوي لجمهور الاهلي في استاد التتش اللي هو دي مش عزبه حد، صوره مشهوره قوي يعني. هي فعلا دي مش عزبه حد، ولكن في الواقع لا هي عزبه. يعني بس عشان ما نقعدش نقول بنرات وشعارات فارغه، لا هي عزبه، عزبه عزبه. وما بتتفضحش العزبه دي غير يعني ايه، لما خلاص بقى ستر ربنا خلاص بيبقى خلص خالص بقى فبتتفضح. انا عمر زايد ودي الواحد 24 اتش دي. تصبحوا على الخير او صباح الخير.